السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهاردة اقول لكم تعملوا ايه لو مراكنين. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. مبدئيا كده لازم نهدى، احنا لسه داخلين على نص تسعة، احنا لسه مش متأخرين، في ورانا حاجات نعملها، في ورانا تراكمات عادي جدا. المهم نهدى ونمسك اعصابنا عشان نعرف نكمل. مش مشكلة ان انت راكمت، مش مشكلة ان انت اخرت حاجة او اجلت حاجة. المشكلة لو انت فضلت على كده كتير، المشكلة هتفضل ان انت بتراكم ومش بتلحق نفسك. هتوصل لشهر 10 هيعدي 11، هتلاقي الشهور بتعدي من قدامك وانت مش حاسس ان انت مراكم. هتلاقي نفسك فعلا وصلت الامتحانات، الموضوع مش بعيد صدقوني، هتلاقوا نفسكم وصلتوا الامتحانات في الوضع اللي انتوا فيه. فلازم نلحق نفسنا. انا مش بخوفكم ولا بوتركم، احنا لسه في الاول، لسه بدري جدا جدا، بس هنلحق نفسنا. صدقوني لو فضلنا بنراكم هتلاقي الوقت عدى بسرعة. نلحق نفسنا ازاي؟ ده اللي انا جاي اقوله لكم النهارده. نلحق نفسنا بان احنا نعمل جدول. يعني ايه نعمل جدول؟ عندنا مثلا انا مراكم 5 دروس كيمياء، عندي درس كيمياء يوم الحد مثلا، فانا هاجي يوم الحد هذاكر الدرس بتاع الكيمياء، وهاجي تاني يوم هذاكر درس من اللي عليا القديم. وممكن عشان لسه برضو احنا ما اتضغطناش جامد في الدروس، ممكن تقولوا ان احنا ضغطنا في الدروس كنزول الدروس او الدروس الاونلاين، ولكن انا قصدي ان احنا ما اتضغطناش في الدروس الصعبة. فنقدر نلحق نفسنا في ان احنا ناخد مثلا درسين في الاسبوع من الحاجات اللي احنا مراكمينها في المادة. فانا لو عندي في الكيمياء مراكم 5 دروس، فانا في الاسبوع هاخد درسين، يعني هاخد من ال7 ايام يومين اذاكر فيهم درس كيمياء زيادة عن الجدول بتاعي عشان انا راكمت. فاحنا نلحق نفسنا دلوقتي احسن ما ال5 دروس كيمياء يبقوا 10. فنفس الكلام لو فيزياء، نفس الكلام لو احياء، نفس الكلام لو عربي. كل ده بيتلم بسهولة يا جماعة. احنا كنا متأخرين وراكمنا حاجات كتير وكانت بتتلم على طول وبسهولة، بس احنا لازم نهدى ونركز ونمسك اعصابنا عشان نعرف نشتغل. في ناس هتبقى متوترة وهتقول لي انا اصحابي وزمايلي بدأوا من شهر 8، احنا دلوقتي داخلين على نص 9، عدى شهر ونص وهم خدوا حاجة شهر ونص، انا لسه ما بدأتش اصلا. لموا يا جماعة، لموا، لسه فاضل كتير جدا. اشتغلوا، هتلاقوا حتى اصلا المدرسين بيعملوا معسكرات، المعسكرات دي بيلموا فيها اللي اتشرح في تقريبا اسبوعين بالكتير قوي، او اسبوع ونص وساعات اسبوع. فدي هتقدروا تلموا بيها بسهولة جدا اللي فات منكم في المعسكرات دي، سواء احياء، كيمياء، فيزياء، عربي، اي مادة من المواد دي. فانت حتى لو ما بدأتش لسه في فرصة تلحق، بس صدقني الفرصة دي مش هتطول. استغلها استغلها، وما تمشيش ورا كلام ان لسه بدري وهتلحقوا وهتعملوا كل حاجة نفسكوا فيها وهتحققوا احلامكم في اخر شهر في ثانوية عامة. الكلام ده كله مش صح، الكلام ده كله بيبقى بس تحفيز مش اكتر. الحقوا دلوقتي، الحق لم دلوقتي، اكتب في جدول اليوم ده انا هذاكر كذا، اليوم ده انا هذاكر كذا. قسم الدروس على الايام بتاعتك، لازم تبقوا عاملين جداول لنفسكم، لازم تبقوا منظمين دنيتكم هتمشي ازاي عشان تقدروا تمشوا في ثانويه عامه. الوقت لسه قدامكم، لسه قدامكم ان انتوا تعوضوا كل اللي فات، لسه قدامكم انكم تلحقوا وتكملوا مع زمايلكم وهتحلوا كتير. لسه المنهج بيتعاد عليه اكتر من مره، بس صدقوني هتغمضوا عينيكم هتفتحوها هتلاقوا نفسكم عند الامتحانات. انا مش جاي اخوفكم، انا جاي اخليكم تتحمسوا. اكتبوا لي لو عندكم اي استفسار او اي حاجه في الكومنتات، هرد على كل الكومنتات، هرد عليكم على طول، مش هتاخر عليكم، عايز اساعدكم على قد ما اقدر. فاكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي استفسار او اي حاجه اقدر اساعدكم بيها. هنزل لكم زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي جايه اكتر واكتر، هساعدكم فيها، اقول لكم على معلومات عن كل المواد. ولو انتم مش عارفين فانا بنزل دلوقتي تلخيصات اللي انا كنت عاملها على حسابي على التيك توك، هتلاقوا الروابط موجوده في صندوق الوصف. وما تخافوش مش بحط موسيقى على الحساب، فخشوا على التيك توك وهتلاقوا التلخيصات بتاعتي للمواد، تقدروا تشوفوا التلخيصات دي، هتساعدكم برضو لو انتم مراكمين في ان انتم تجمعوا معلومات كتير. حاطط فيها كل المعلومات بتاعت السنه من المراجعه النهائيه والسنه كلها من اولها لاخرها، وحطيت فيها كل المعلومات اللي قابلتها في الكتب الخارجيه اللي حلتها. واحط لكم كمان الاسئله الغلط على حسابي على التيك توك عشان تراجعوها وتشوفوا الاسئله دي، هتلاقوا في منها حاجات صعبه، حاجات سهله، حاجات بتوقع، هتساعدكم وهتفيدكم جدا جدا. فتابعوني على حسابي على التيك توك، الرابط في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم لو عندكم اي استفسار قولوا لي وهرد عليكم على طول. عايزكم تشدوا حيلكم الفتره الجايه، عايزكم تحلوا كتير على قد ما تقدروا، حاولوا تصحوا الفجر زي ما قلت لكم، اكتبوا اخطائكم وسجلوها، دي من اهم الحاجات اللي لازم تعملوها. تابعوا مع المدرسين اول باول، وزي ما قلت لكم نمشي درس مع الدرس اللي انا شغال عليه. انا ما بوقفش جديد يا جماعه، ركزوا على الحته دي، انا ما بوقفش جديد. يعني ايه ما بوقفش جديد؟ المدرس شغال انا شغال معاه، ما بوقفش الجديد. من اهم الحاجات، انا كنت ساعات براكم بقوم موقف الجديد وارجع للقديم.
ما نوقفش جديد. هتقولي طب ما ده مربوط بده، ما توقفش جديد. صدقني لو وقفت جديد هتندم، وهتلاقي نفسك قاعد تجري لحد اخر السنة، هتفضل تجري ورا المدرس ومش هتحصله. انا ماشي جديد وماشي قديم، ماشي درس جديد ودرس قديم، هلاقي نفسي وصلت للاخر للنقطة اللي انا ماشي مع المدرس فيها، وفهمت قديم وجديد وبدأت اربط مع بعض. زي ما قلت لكم اوعوا توقفوا مع المدرسين بتوعكم. انتوا لسه في الاول، لسه ما فيش حاجات تقيله قوي جت. المنهج انتوا بتاخدوه لسه مهما كان لسه ما وصلتوش للحاجات القويه جدا. فاشتغلوا على نفسكم ودوسوا على نفسكم دلوقتي، احسن ما تيجوا كمان شهر او كمان شهرين او كمان 3 وتكونوا عايزين تلحقوا وتلموا المتراكم. فالحقوا نفسكم من دلوقتي. فده كان الفيديو النهارده. مستني رايكم في الكومنتات، ومستني اشوف اي كومنتات ومستني اي سؤال عندكم تكتبوه في الكومنتات. فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.